ايه أهمية زرع العدسات في المية البيضاء؟ هو ده سؤال كويس، لأن في كتير بيبقى فاهم إن هما عمليتين. الحقيقة إن المية البيضاء عبارة عن إن عدسة العين الطبيعية بيحصل فيها زي شبورة جواها أو عتامة جواها، فبالتالي عشان المريض يشوف كويس محتاجين إن احنا نعمل تفتيت للمية البيضاء أو للعدسة اللي تحتوي على المية البيضاء أو العتامة داخلها. بنفتتها بالموجات فوق الصوتية وبنشفطها من داخل العين بجرح 2 مللي تقريبا يعني. فده معناه ان المريض بعد ما نشيل الميه البيضاء محتاجين نزرع عدسه في نفس العمليه عشان يشوف كويس من غير احتياج لنضاره تخينه جدا زي ما كنا بنعمل زمان من 20 و 30 سنه. فبالتالي عمليه الميه البيضاء وزرع عدسه هي عمليه واحده. طب وهل في فروق بين العدسات يا دكتور؟ ده حقيقي، بما اننا هنزرع عدسه داخل العين فده معناه ان عندنا فرصه ان احنا كمان نجود الرؤيه ونحسنها عن اللي كان المريض متعود عليه. بمعنى لو المريض مثلا عنده حاجه اسمها استجماتيزم قبل العمليه او قبل تكون الميه البيضاء في عينيه، نقدر نزرع له عدسه اسمها توريك. دي بتصلح حاجه اسمها الاستجماتيزم، وده برضه بيخليه في غنى عن استعمال النضاره بعد عمليه المياه البيضاء. ونصلح حاجتين مش حاجه واحده في نفس العمليه. خلاف ان انا ممكن كمان العدسه تبقى وحيده البؤره او متعدده البؤره. وحيده البؤره اللي هو انه يبقى شايف بعد العمليه كل حاجه طبيعي بعيد، لكن بيبقى في احتياج لنضاره قراءه بس بعد العمليه زي اي حد سنه معدي 45 تقريبا. لكن لو هو حابب كمان يتخلص من نضاره القراءه، بعض الحالات بينفع لها نزرع لها عدسه متعدده البؤره يقدر يشوف بيها المسافات، يقدر يشوف بيها القرايه والموبايل من غير احتياج لاي نضاره.